السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة. النهاردة كنت رايح أتكلم معاكم في موضوع ما كنتش أحب إن أنا أتكلم فيه، ما كنتش هتكلم فيه أصلا، اللي هو بتاع واقعة كوبري الساحل. طبعا أنا مش طالع أهاجم العيال، الفكرة كلها يا جماعة، بس أنا طالع أتكلم كلمتين مضايقني أوي بصراحة. هو مش في قانون بجرائم الإنترنت بيقول إن اللي يصور حد بدون علمه وينشر له حاجة يتحبس؟ أنا بقى بطالب بالقبض على الشخص اللي عمل كده. هو مش دفاعا عن العيال، بس نحط كل حاجة في القالب بتاعها. أول حاجة، في جريمة حصلت، الجريمة دي شخص استحل لنفسه إنه يصور حد بدون علمه وفضحه، تتبع عورة الناس ونشرها، يبقى لازم يتحاسب. أنا بطالب بضبط وإحضار هذا الشخص عشان نتعلم الأدب كلنا. ليه بقى؟ عشان الموضوع ده زاد عن حده. الناس ماشية في الشوارع بتصور بعضيها وتنزل على النت. لازم يكون في وقفة، لازم يكون في وقفة. أما بالنسبة للولد والبنت، أنا شخصيا، رأيي أنا الشخصي، دول ضحايا، ضحايا في مجتمع بقى يستحل الحرام. بدل ما تيجي تكلم حد تقول له ده حلال وده حرام، كلامك بيقابل بالسخرية. دي النتيجة. النتيجة بنت بتقتل أمها، النتيجة ولد بيقتل بنت بيحبها. ما هو احنا النهارده بعدنا عن المنهج اللي المفروض نمشي عليه، منهج ربنا. فدي النتيجة، صح؟ طيب، الفيديو ده بيمثل ايه؟ الفيديو ده بيمثل واقع مجتمع احنا عايشين فيه، مع اختلاف الأخطاء. كلنا كبير وصغير بيغلط، مع اختلاف الأخطاء. بعدنا عن ربنا. مستني ايه من جيل المدرسين بتوعه بيحفظوه المناهج على الطبلة؟ مش زي زماننا احنا، كنت ببقى رايح المدرسة بهر عشان أبلة ناجية الله يمسيها بالخير كانت هتسمع لي سورة ياسين وسورة البقرة، كانت بتحفظنا القرآن، واللي ما يسمعش كان يتمد على رجله. يبقى مين اللي ضحية؟ هما ما لقوش اللي يربي. دور المدرسة مش موجود، دور الأهل مش موجود. أبهات كتير وأمهات كتير مش في حياة عيالهم أصلا، ما يعرفوش حاجة عن عيالهم. بقابل آباء يقول لي مش عارف أعمل معاه إيه. ما هي البذرة غلط، أنت ما زرعتش صح. هو بيشوفك أنت بتعمل إيه بيعمل زيك. صدقوني والله إحنا يعني استغفر الله العظيم يا رب، أنا مش عايز بس أقول كلام اتزعل مني فيه، بس في أبهات كتير وأمهات كتير لا يصلحوا إن هم يكونوا آباء وأمهات، لا يصلحوا لدور التربية. كنت شفت مرة في مشهد تلفزيوني بيقول له عايزين نعمل رخصة لكل واحد مقبل على الجواز، يشوفوا ينفع يبقى أب ولا لأ، تنفع تبقى أم ولا لأ. أصل التربية دي مش كده، مش خلف وارمي وهو يتربى لوحده، وفي الآخر لما يجي يغلط. بص، أنا ما بدافعش عنه، بس أنا منهجي في القناة دي من يوم ما فتحتها وأنتوا عارفين، أنا قلت قبل كده إحنا عايزين نوجد الحل، ما نجيبش سلبية نقعد ننتقد فيها عشان الترند. أنا مش هدفي الترند. أنا عمري من يوم ما عملت القناة ديت في كل فيديوهاتي ارجعوا لها كده ما قلت لواحد فيكم اعمل لي لايك واشتراك. أنا سايبها المقتنع بالكلام هو من نفسه، مش مقتنع أوكي، لأن أنا مش هدفي ده. أنا هدفي أقول كلمة حق تقعد لي لما أموت حد يسمعها تتحسب لي في حسناتي. ده هدفي. هدفي إن إحنا نوجه. فالنهارده إحنا
شفنا واقع زي دي ما وجهناش، عملنا ايه؟ الحق الحق الحق. ايه مش فاهم يعني ايه؟ ده دورنا احنا ايه؟ نوجه ونعلم، مش نفضح. طب واحد كان بيقول لي يعني لو انت مكان اللي صور ده هتعمل ايه؟ يا اخي لو انا ما عنديش القدره ان انزل اقول له عيب كده، انصحه النصيحه، لو ما انا ما عنديش دي، ما عنديش الملكه دي، تمام، ما صوروش. غلط وقد يعرف غلطه، وممكن ترجع لربها والامور تبقى كويسه، بس انت عملت لهم فضيحه. استفدت ايه بقى انت؟ ترند كاك 60 نيله. قبل ما نذبح الضحيه يا جماعه والنبي ونسيبنا شككنا كده قوي، نرجع لنفسنا. قسما بالله قبل كده كنت بقولها بهزار، قلت لهم الجيل الموجود ده مش عارف مش متربي، وده مش اساءة للجيل ده لاهله. انتوا متخيلين بقى الجيل اللي مش متربي ده لما يخلف هيربي ازاي؟ هو مش متربي، هيربي على ايه؟ شفتوا الكارثه جايه منين؟ ده اللي جاي سواد. ليه؟ لان الاب اتلهى في حاجه، والام في حاجه، والمدرسه بقت تجاره، والدين بيتحارب. طب ايه طيب؟ ما هو جيل بيضيع. جيل بيضيع. انا مش همسك فيها زي بعض الناس اللي دخلتها في السياسه، قال لك لا اصل بص عشان قرار الجواز. لا لا، ده كلام فاضي. الموضوع ده بيحصل كل يوم، كل يوم. ده الادهى من كده بقى ان في حاجات زي كده في البلد ومقننه، وكلكم عارفين انا اقصد ايه. مشاكلكم كلها خلصت، فضحتوا عيل وعيله بفعل زي كده. غلطوا، في قانون، يروحوا يتحاسبوا فعلا فاضح في الطريق العام، بس من غير فضايح، من غير فضايح يا ابن المؤذيه. هرجع اقول لك ايه بس، كما تدين تدان. ده اللي هم فيه ده ابتلاء من ربنا واختبار. ادعو ربنا بقى اللي فضحت، انك لو وقعت في ابتلاء واختبار زي ده ربنا ينجحك فيه، ما تسقطش في الاختبار. اصلها مش ملايكه، اصل الاصل انك تخطأ يا اخي. كل ابن ادم خطاء وخير الخطاؤون التوابون. انت ما اديتلهمش فرصه يوصلوا للتوابون دي يا اخي. انت متخيل بعد ما يطلعوا من الواقعه دي ممكن تبقى حياتهم النفسيه عامله ازاي؟ ممكن يتحولوا لايه؟ بسبب تصرف من واحد اهوج ارعن زيك. لازم نهتم بالتربيه في المدارس تاني. اذا كنا احنا جيل فينا شويه احترام، يا عم مش هقول احترام 100%، فينا شويه احترام، فده كان من المدارس والبيت. بس اقول لكم كان من المدرسه قبل البيت. كان في مدرسين بيعلمونا القيم قبل المناهج، الدين قبل المناهج. مش بنجيب طبلة ونقف نطبل في الفصول. حسبي الله ونعم الوكيل. والعيلين دول ربنا يخرجهم من الابتلاء اللي هم وقعوا فيه ده ويخرجوا منه اسوياء. تاني ما بدافعش عنهم، صدقوني مش دفاع عنهم. غلطوا يتحاسبوا في اطار المحاسبه، ما يتحاسبش باكبر من حكم الجريمه نفسها. ما يبقاش واحد سارق واديله اعدام، ده عملوا كده، يتحاسب فعل فاضح في الطريق العام، ويتحاسب ويتربى ويعرف ان كده غلط، بس في اطار القانون، مش على عينك يا تاجر في مصر كلها كده. ده ربنا يعني لعن الناس اللي بتتبع عورة بعضيها.
يا اخي اللي يستروا رب ما يفتحوا عبد. بس خلاص هقول ايه يعني؟ يعني مش دي السلبيه الوحيده، مش الدوله ليها دور. ما هي الدوله برضو ما بقتش فاضيه، عندها حاجات تانية كتير. ربنا يهدي ولادنا ويخرجنا منها على خير. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع بابا عمر.